ودلوقتي معادكم مع برنامج في الشارع على راديو MTI. راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع. مساء الخير على مستمعين راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع في حلقة جديدة في برنامج في الشارع. معاكم إسراء كامل ومحمد عادل بدل الأرتي معانا. ازيك يا محمد؟ ازيك يا إسراء، عامله ايه؟ الحمد لله. النهارده انا طالع بدل الأرتي عشان أرتي بس يعني عندها العيد بقى والكلام ده، فالنهارده فخدت اجازه وطلعت انا بدلها النهارده. منورنا يا محمد. ربنا يخليك. موضوع حلقتنا النهارده ايه يا محمد؟ النهارده هنتكلم عن حاجات كتير جدا يعني شغلت الناس، اللي هي موضوع الاغاني الشعبي بقى والمهرجانات والحاجات دي كلها. وسؤال حلقتنا النهارده، شايفين ان الاغاني الشعبي بتنحدر والمهرجانات بتنحدر بالذوق العام ولا لا؟ مستنيين طبعا تليفوناتكم على 011 1760 1760 وكومنتاتكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو MTI. تمام. وكمان معانا ضيف حلقتنا النهارده شريف بلو، متخصص المهرجانات والحفلات، اللي هيكلمنا اكتر عن المهرجانات. نطلع فاصل صغير ونرجع لكم. راديو MTI. جاهزة يا أستاذة؟ جاهزة. يلا كده نعمل تيست مايك. ايه ده انتوا طالعين هوا؟ في حاجة؟ ايوه انا وازو. وازو مين؟ انا وازو عايزه اطلع هوا معاها. بس انت ما ينفعش تطلع هوا، ده البرنامج بتاعي لوحدي. خلاص اطلع انا لوحدي وانت اطلعي بره. ازاي يعني؟ بقول لك البرنامج بتاعي انا، انت تطلع وانا اطلع بره. ازاي انت اللي تطلع بره وانا اللي اطلع الهوا؟ لا انا هطلع هوا. ما ينفعش انت تطلع هوا، ده البرنامج بتاعي انا. خلاص اطلع معاكي. لا مش هتطلع معايا. خلاص مش هتطلعي هوا الا بيا. هو ايه ده؟ ايه البلطجه دي؟ ما تشوف صرف يا مهندس صوت. وهتسمعوا كلامي؟ اه خلاص اطلعوا انتوا الاتنين مع بعض عشان ما نزعلش حد. اطلعوا انتوا الاتنين سوا. طيب امري لله. اسمعوا كل يوم حد برنامج بانديتا مع بنسي محمود ووازو من الساعة 7 للساعة 8 على راديو MTI. راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع. بقولك ايه ياسمين، ايه رايك في حوار الفريند زون ده؟ استني كده، انتي ما شفتيش الهاشتاج بتاع يوم الثلاث؟ لا ما شفتيش البنت عامله بلوك لصاحبتها عشان خايفه على خطيبها يبص لها. طب بقولك ايه، ثانيه واحده كده. كل شنكان برنامج هيناقش كل اللي يهم الشباب على السوشيال ميديا، وكمان هيبقى معانا كل اسبوع موهبه شابه مختلفه. كل ده فيه كل شنكان. اسمعوا برنامج كل شنكان مع ياسمين منير وسلمى عبد الخالق كل يوم 4 من 4 ل 5 على راديو MTI. راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع. اللي بسمع الوشوش اللي رايح والجاي، وشوية الرتوش هتتصلح باللي جاي. خلي عندك الأمل من جواك، وبكرة أكيد اللي جاي مش بعيد. خلي عندك الأمل من جواك، أمل في نفسك، أمل في اللي معاك، وأكيد هتعيش حياتك أجمل حياة. راديو MTI. انتوا لسه بتسمعوا برنامج في الشارع على راديو MTI. راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع. ورجعنا تاني في برنامجكم في الشارع مع إسراء كامل ومحمد عادل. وفكركم برقم تليفوننا 011 1760 1760. هاي يا محمد، ايه رأيك في المهرجانات؟ نفكر الناس بالسؤال، الموضوع الشيق بتاعنا. شايفين ان اغاني المهرجانات والاغاني الشعب بتنحدر بذوق المجتمع ولا لا؟ ايه رأيي في المهرجانات؟ بتزنقيني كده من اولها. ايوه اولها كده ما ينفعش. لا قول لي انت ايه شايف في المهرجانات دي؟ ايه رأيك فيها؟ شايفه ان هي ناجحه؟ شايفه ان هي بتقدم فعلا رسالة، ولا شايفه هي بتنحدر فعلا بالذوق العام؟ بصي، هو ده واقف اصلا على ان دلوقتي المهرجانات دي كانت فين من كام سنة وبعدين فجأة لقيناها انتشرت والموضوع بقى يعني مفيش مكان ما تسمعيش فيه مهرجانات، مفيش فرح ما تسمعيش فيه، مفيش عربيات ماشية في كل حتة. يعني وصلت ان حتى لو في ناس قاعدة بتبقى قاعدة في بيتها كده مع نفسها تلاقيه مشغل مهرجان عادي يعني. والاغاني طبعا المهرجانات كترت، يعني احنا تقريبا كل يومين بيطلع اغنيه. بيطلع فعلا. بس النقطه عارف اللي انا عايز اكد عليها قوي، اني انا مش مشكلتي قد ايه المهرجان او الكلمات او الاصوات، قد مشكله التناقض.
احنا شايفين ان المهرجانات كلنا حتى اللي بيسمع شايف ان هي بنحضر بالذوق العام، ان هي فيها الفاظ اباحيه ما ينفعش ان اي حد يسمعها. مش الشعبي، مش الشعبي بتاع زمان. يعني عمر المهرجان ده ما اتحط تحت بند الشعبي اللي هو شعب عدويه، شعبي عارف يعني عارف الاسطوره، يعني عمره ما اتحط تحت الشعبي ده انا بقى ده مضايق التناقض ده. ليه احنا بنقول كده وليه بنسمعه؟ وعلى فكره اللي يقول ان هي تخص طبقات معينه او ان هم سواقين ميكروباص او تكاتك، لا، كل الطبقات بيسمعوها. طب هو ما على فكره الناس بتسمعها، يعني انا لما بسمع اسباب اللي الناس بتسمع عشانها الشعبي، في ناس تقولها بسمعها بس لما اكون متضايق اي حاجه تهيبرني وخلاص كده وبتاع ومش عارف ايه. وفي ناس يعني لو جينا لحته بقى الافراح، يعني دي قصه لوحدها دي، بس دي هنخليها كده على جنب، موضوع الافراح والشعبي والمهرجانات عشان ده فيلم لوحده. لا خد راحتك، اتكلم. انما بقى لو انت بتقولي في حته ان في تناقض وان احنا بنقول انها وحشه وبنسمعها، طيب ما هي لو وحشه فعلا، انت ملاحظه ان لازم حتى دلوقتي المهرجانات بتبقى موجوده في الافلام مثلا، يعني الموضوع كمان ما بقاش لازم كل فيلم عشان يكسر الدنيا فنحط مهرجان. مهرجان، اغنيه شعبي، سيان يعني ده او ده. يا ساعات بتبقى اغنيه شعبي ليها يعني دلاله، ليها معنى مرتبطه بالقصه شويه، في اغاني كده. وساعات اغنيه شعبي او مهرجان ملوش اي علاقه بالفيلم حشو. ولا تبقى اسمها اغنيه حشو كده اللي انا حاططها بس عشان تعمل جو. بس فالفكره في القصه دي ان علشان اعمل كده اقعد اسمع اغاني شعبي، لازم الاول بقى انا بقعد افكر طب هو انا بسمعها ليه؟ لو كل واحد قاعد بقى افكر طب انا بسمعها ليه؟ هل لما بسمعها انا بعمل رواج للحاجه دي ولا لا؟ طب انت سمعت قبل كده مهرجان او شعبي وبتفكر ولا لا تسمعه ولا لا؟ انا انا اصلا ما يعني مش بسمع اغاني شعبي كتير بجد، او بقى اغاني مهرجانات بمعنى ادق، يعني لان انا ما بفهمش الكلام فببقى حاسس ان انا قاعد هي دي بقى النقطه الثانيه، ان الكلام مش بيتفهم. ايه علاقه الكلام بالاغنيه بالمزيكا؟ انا مش عارفه. ما هو الكلام مش مفهوم فدي حاجه من اللي تخلي الواحد ما بيسمع. بس في ناس بقى بتسمعها هي مش مركزه مع الكلام، هي مركزه مع المزيكا، فيقعد يسمع مزيكا ويشكل معاها بس. طب ليه انا مش ضد، والله مش ضد المهرجان، بس ليه ان هما ما يعملوش خلوا المزيكا بتاعتهم حلوه؟ انا ماشي معاهم ان المزيكا حلوه، بس ليه مع كلمات اغاني مفهومه، كلمات اغاني مش فيها الالفاظ اللي احنا بنسمعها ولا؟ طب اقول لك على حاجه، سمعت اغنيه اديني رمضان؟ اديني رمضان اصلا. أيوه؟ سمعتها طبعا. اديني رمضان. ايه رايك فيها ده؟ ما انا ما فهمتش حاجه يعني. انا عايز، ما هي دي المشكله اللي احنا مش بنفهم حاجه وبنسمعها. هي ينطبق عليها جمله انا عايز جمله مفيده. ايوه بالظبط كده. بس زي ما بقول لك، ما في ناس بتسمع الحاجات دي وفي ناس بتحب اغنيه، في ناس حافظه اديني رمضان. وعارف بقى الكارثه ايه؟ ان الاطفال حافظينها، اطفال حافظين الاغنيه دي. ما هو حافظينها ليه؟ ما حافظينها، ما هي لما تيجي حاجه كل دقيقه بتشتغل قدامك بقى، سواء وهو في الشارع سامعها، على النت بيسمعها، مع اصحابه بيسمعها، حتى بينزلها على التليفون ويسمعها، فلازم يحفظها. حاجه بيسمعها 24 ساعه في اليوم، زي اغنيه لو لعبت يا زهر يعني. الناس يعني لا بس هناك فرق يعني. لو لعبت يا زهر دي برضو يعني دي كلماتها مفهومه. لا انا مفهومه يعني وتحس برضو ان هي ليها رساله شويه، لكن اديني رمضان انا ولا فاهمه لها مجمل كلمات ولا فاهمه لها هدف ولا اي حاجه، جايه شويه مزيكا واصوات. وبرضو يا محمد الاصوات يعني مش اصوات خالص ان هي تسمع. انت ناقمه على الموضوع تماما. ايوه انت خالص. ايه يعني. انت اديتني باور ده قبل الحلقه وعمال تقول لي مهرجان لا والانحدار لا. ايه يا محمد؟ صح صدرني انت على الهوا. صح. لا ما صح. احنا يعني يعني حتى الاغاني اخترنا النهارده ايه، اغاني شعبي، بس اغاني كلها ليها يعني مفهوم، ليها دلاله. لان انت لو بصيتي للشعب، احنا عندنا يعني الشعب قصه طويله جدا. ماشي، كان مرتبط بفئات معينه في الاول، دلوقتي الموضوع اختلف، بس يعني خلينا نقول ايه، ان احنا هنتكلم بقى في الموضوع بشكل اكبر. ونفهم بقى حكايه الشعب والمهرجانات ماشيه ازاي مع الناس، مع ضيفنا اللي معانا النهارده استاذ شريف بالو، اللي هيكون معانا ان شاء الله بعد الفاصل. بس الاول هنطلع فاصل. اوكي نطلع فاصل، نرجع لكم تاني. بفكركم برقم تليفوننا 011 1760 1760. تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك راديو MTI. انتوا لسه بتسمعوا برنامج في الشارع على راديو MTI. راديو MTI إذاعة
تتحدى الجميع. رجعنا لكم تاني مستمعين راديو MTI اذاعه تتحدى الجميع وبرنامجكم في الشارع. لسه مكمل معاكم اسراء كامل ومحمد عادل، وبنفكركم تاني بسؤال حلقتنا. ايه رايكم في الاغاني الشعبي؟ شايفين انها بتنحدر بذوق المجتمع الذوق العام يعني ولا لا؟ مستنيين تليفوناتكم على 011 1 760 1 760، كومنتاتكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو MTI. وزي ما قلنا قبل الفاصل يا اسراء هيكون معانا ضيفنا الاستاذ شريف بلو، متخصص الحفلات والجي والدرامر، اللي عرفنا كمان ان هو درامر، يعني احنا ما كناش عارفين ان هو كمان بيلعب درامز. درامر جامد جدا. هيكون بقى هيكلمنا شويه على الاغاني بقى الشعبي والمهرجانات الحكايات دي كلها. ازيك يا شريف؟ الله يخليك يا باشا. شكرا. يعني الاول كده عايزينك يعني تكلمنا شويه عن بسرعه كده انت دخلت بس الحكايه دي ازاي يعني بسرعه كده، لان انا عرفت ان انت مش دارس. تمام. هي اصلا لو الموضوع من زمان، يعني بحب المزيكا من زمان، بلعب دي جي وكده وبلعب درامز. بس كده جت معايا كده يعني حاجه بحبها واشتغلت. قررت تدخل في القصه. تمام. طب ايه رايك بقى يا شريف؟ قول لي ايه الفرق بقى من المهرجانات والاغاني الشعبي والشعبي بتاع دلوقتي وبتاع زمان؟ هو عامه المهرجانات دلوقتي هي بقت يعني اساس في اي فرح، في اي مكان. الشعبي بتاع زمان اللي هو بقى الناس اللي هي القديمه بقى، طبعا مش هنقارن الشعبي بتاع زمان بالناس اللي هي موجوده حاليا دلوقتي، مع احترام الناس اللي موجوده كويسه يعني. بالنسبه مثلا الشعبي اللي موجود دلوقتي اللي بيتقال عليه شعبي، اللي هو زي مثلا محمود الليثي، احمد شيبه، عباس حموده. ده نظام. وفي نظام تاني بقى اللي هو الفرق اللي طالعه المهرجانات. المهرجانات وكده بجميع اوضاعها بقى بترتيباتها يعني. طب يعني برضو يعني ايه الفرق بقى؟ يعني انت قلت ايه الناس بتوع زمان حاجه وبتوع دلوقتي حاجه تانية. مع احترامنا ايه الفرق يعني؟ تمام. شايف ايه الفرق بالظبط؟ يعني بتوع زمان كانوا عارفين مثلا بيقولوا ايه، مثلا يعني اي اغنيه بتتقال مثلا بالورقه والقلم بالنوته يعني. سلم موسيقي وكده وفيها مقامات وفيها جوابات، فيها يعني في شغل في شغل بيتعمل فيها. دلوقتي طبعا ممكن في 10 دقايق مثلا يعني يوم من الموضوع يبقى جامد، او نص ساعه بتعمل اغنيه تستلمها وتسمعها في عربيتك كمان. طب ايه رايك انهي الاحسن، الشعب بتاع زمان ولا دلوقتي المهرجانات؟ هو عامه اي حاجه من زمان حلوه طبعا، احسن، فيها كلمه، فيها لحن، وفيها مزيكا تمام، كلماتها مفهومه طبعا، غير دلوقتي. وبعدين هم دلوقتي بيسرقوا الاغاني القديمه. ايوه ده انا عايز اسالك في النقطه دي. بس انت يعني قدمت الموضوع شويه. يعني في ناس دايما بتقول ان ده انت كده بتشوه الاغاني القديمه، بتشوه التراث ليك في الاغاني. فده في يعني ممكن واحد مثلا يكون بيفهم، يكون حريف في المزيكا كويس، يعني ممكن ياخد حاجه قديمه يعملها حاجه مظبوطه. تمام. يعني مثلا ممكن مثلا ايه، يعني مثلا واحد زي الليثي كده ممكن يجيب اغنيه مثلا قديمه ويعملها مثلا مش بيشوهها بقى، بيعملها شعبي، زي مثلا اغنيه زلزال مثلا. المزيكا بتاعتها اصلا قديمه يعني بتمشي مع الناس وكده. هو واخد حاجه قديمه وعاملها جديده. واغنيه على رمش عيونها مش شايف انها دمرت؟ انا طبعا، بس مش وحشه، جميله، شغاله بالنسبه للشعبي. بس ممكن تيجي تشغلها مع ناس طبقه عاليه شويه ما تقبلهاش. انت عارف ان الاغنيه دي كمان يمكن اتشهرت اكتر في الشعبي، ودي حاجه كانت غريبه. كانت نايمه. كانت نايمه بقى من بقى لها قرن متقاله يعني. لما طبعا حماده الليثي قالها اتعرف طبعا. اتحيت. طب معانا تليفون، نقول الو. الو. ايوه مين؟ ندى. اهلا يا ندى، عامله ايه؟ تمام الحمد لله. ايه رايك بقى في موضوع حلقتنا النهارده؟ حلو. طب ايه رايك بقى في المهرجانات والاغاني الشعبي، وتسمعي ايه بقى؟ احكي لنا. تسمعي شعبي يا ندى؟ انا الحقيقه ماليش في الاغاني الشعبي قوي خالص. ولا صدفت كده مره تسمعي اغنيه او حاجه خالص؟ سمعت، بس يعني مش بحبها، مش بميل ليها قوي. ايوه، شايفه انها بتنزل بقى بالذوق العام زي ما احنا قايلين في سؤال حلقتنا. ايوه. ليه؟ اوكي.
ليه؟ طب قولي لنا ليه شايفه ان هي بتنحدر قوي بذوق المجتمع؟ يعني الكلام انا عارفه اقول لك ايه. لا قولي براحتك. يعني ايه اكتر حاجه مش بتعجبك فيها؟ الكلمات، الصوت، المزيكا، الكلمات، الاصوات ساعات بتبقى خارجه شويه. صح. تمام. ماشي، شكرا ميرسي لتليفونك. انا ماشي، ميرسي، باي باي. اهو يعني واضح ان كده من البدايه كده موضوع الكلمات، يعني الناس بتعلق على الكلمات. ما هي دي الازمه، ان هي فعلا الكلمات هي اللي فيها الفاظ ما ينفعش ان هي تتقال في اغنيه. ايه رايك؟ هو عامه دلوقتي مثلا انا عايز اعمل مهرجان، بدور على افيه، بعمل مثلا كلمتين او 3 كلمات، واجيب له مزيكا كويسه، وخلاص بقى انا عملت اغنيه تراك حلو. تمام حلو. اتفضل. يعني في ناس كتير يعني مثلا ايه، لو هنتكلم مثلا عن الناس اللي بتشتغل مثلا على الطبقات اللي هي الناس اللي هي الطبقات العاليه، يعني من اشهر طبعا فرق موجوده في البلد دلوقتي مثلا اوكا اورتيجا. حلو. الكلام بتاعهم هو مثلا ايه، بياكل مع يعني الناس بتحبه، الشباب اللي هي الناس اللي هي الطبقات العاليه وكده، مثلا زي اغنيه دلع بنات بتشتغل على جميع الطبقات. تمام. لو اني مثلا اتعملت من ناس تانية وما اشتغلتش مع جميع الطبقات. تمام. في فرق برضو بتعمل مهرجانات حلوه، بتشتغل مع الناس اللي هي الطبقات العاليه وكده. وفي حاجات احنا انا عن نفسي بعشقها في الشارع. زي ايه مثلا؟ زي الاغاني اقول يعني؟ اقول عادي. يعني مثلا زي مثلا شحت عامل اغنيه اسمها ام ربيع، انا مصمم عليها. ام ربيع تاني. ام ربيع انا مصمم عليها، دي جميله. هو اسمها غريب يعني، بس هي جميله، بس يعني بترقص بقى، فيها مزيكا حلوه وكده. طب انت بتسمع الاغاني؟ طب بتسمع الاغاني دي عشان مثلا شغلك ولا بتحبها؟ لا يعني بتحب تسمعها؟ هو طبعا عشان شغلي اساسي، بس انا اصلا غاوي مزيكا. وبعدين على فكره اصلا يعني انا غاوي حاجات قديمه، يعني ممكن انا اعرف في القديم كمان اكتر من المهرجان. يعني انت برضه متفق معانا ان القديم ليه تراث عن دلوقتي خالص؟ احترم طبعا اي حد بيغني قديم او بيغني طرب. طب قولي يا بلو. طب اتفضل. لا خلاص اصل هو كان في بس يعني بالنسبه لموضوع بالنسبه لموضوع يعني الكلمات، انت قلت حاجه مهمه قوي، قلت الافيه، يعني بيبقى فيه افيه فانا ببقى محتاج ان انا اعمله اغنيه بقى بروزه كده. تمام. طب مستغرب على كلمه ام ربيع؟ لا، ما انا مش على ام ربيع. ما انت ممكن تاخد مثلا، انت في افيه تاخده هتعمل منه برضو اغنيه ملهاش اي يعني زي اديني رمضان كده. زي اديني رمضان، هي دي اللي كنت هقولها لك. اديني رمضان ده افيه، هو اصلا الاغنيه معموله هزار. يا جماعه ما تحرقاش، هنتكلم لوحدها في لينك دي. مش قصدهم يعني التراك يطلع جامد وكده ويشتغل. هو برضو كان الموضوع هزار. يعني انت شايفها في الحته دي اكتر. تمام. تمام. وعملوا حاجه تانية اسمها اديني شعبان برضو. ده كان الرد بتاع دي لسه نازله. ماشي. طب قول لي يا بلو، ليه الشعب بيواكل قوي مع الناس دلوقتي، او يعني بالاخص المهرجانات؟ الناس عايزه الحاجه الخفيفه، مش عايزه الحاجه المعقده. يعني الميوزك بتاعتها سهله بقى، بترقص اي حاجه مثلا فيها اي حركه بترقص يعني. اي ايقاع في المزيكا في المهرجان عامه بيرقص. غير بقى مثلا جاي اسمع مثلا حاجه مثلا، لو بالنسبه مثلا للقديم مش هرقص زي دلوقتي، بس على الاقل الكلام بتفهمه. طبعا. انا عايز افتكر لك مثلا حاجه قديمه معموله مثلا مهرجان. طب ما انت ممكن يبقى عندك اغاني ممكن ما تبقاش مهرجانات، وممكن مزيكتها بتبقى سريعه وبترقص وبتعمل كل حاجه برضه. يعني هنا في اغاني كده مش قديمه، لا ومش في القديم بس، في اغاني جديده. يعني ذوق الناس تملي بيروح للمزيكا، فليه مثلا نعمل مزيكا اوكي زي بتاعه المهرجان تبقى مزيكا حلوه، بس الكلمات كلام مفهوم، كلام ليه معنى، مش اي كلام وخلاص. ما هو في يعني في ناس بتعمل حاجات حلوه زي كده مثلا، بتعمل كلام مثلا في مهرجانات بتتعمل، وفي ناس مثلا بتقول فيها حكاوي، في ناس بتقول فيها مواضيع، وفي ناس بتقول فيها افيهات. يعني مثلا فريق مثلا زي فريق الدخلاويه خط اسكندريه كله بيغنوا حكاوي، مش بيغنوا مثلا الموضوع افيه والكلام ده. احنا عندنا هنا بياخدوا مثلا ايه كلمتين يلعبوا عليهم طول الاغنيه. ده صح. بس الدخلاويه تلاقي مثلا الاغنيه عندهم
6 دقايق و8 دقايق. احنا عندنا هنا الاغنيه وبتبقى جامده 2.5 3 دقايق. هم عندهم برضه اغنيه بتبقى جامده 6 دقايق 7 دقايق تسمع. تمام. بترقص. طب قولي يا بلو، طيب ليه الشعبي موضه؟ يعني هي بقت موضه قوي دلوقتي الشعبي والمهرجانات، ودي بقى يعني هنتخلص منها ولا هتفضل بقى مكمله؟ يعني المهرجان هيقعد فتره وخلاص ينتهي؟ كانوا بيقولوا اللي هو حلقه وتعدي يعني. بس هو انا الصراحه انا بقالي كام سنه اهو مش شايف الكلام ده خالص يعني. كل مدى في جديد، في تطور يعني. انت شايفه مش هيخلص، هيكمل. لا، وكل مدى هيطلع لك حاجه جديده بالنسبه للمهرجان ده، على الرغم ان في ناس رافضه الحكايه برضو يعني. في ناس مش عاجبها حكايه المهرجانات يعني. بس انا معاهم يعني مش معاهم، لا انا مش معاهم في حاجه واحده بس. انا مثلا ما بحبش مثلا واحد مثلا اللي بيغنوا او بيقولوا مهرجان، صاحبي بقى زميلي اي حد اعرفه ما اعرفوش يطلع مثلا يقول لك ايه انا بقدم رساله. لا انت مالكش في الرساله خالص، ما تعرفش حاجه عن الرساله خالص. يعني موضوع المهرجان ده ما فيهوش اي رساله. انا بالنسبه لي انا كده دي وجهه نظري. انا بشتغل في الموضوع وكده، بس انا وجهه نظري ان الموضوع المهرجان ما فيهوش رساله. تمام. انت شايف ان هو بس انا حاجه بعملها عشان ابسط نفسي وتحركني بقى وكده والكلام ده كله. اوكي ماشي، نطلع فاصل نرجع لكم تاني، بس بفكركم برقم التليفون 011 1760 1760 او كلمونا على صفحتنا على الفيسبوك راديو MTI. الو مين على التليفون؟ راديو MTI. جاهزه يا استاذه؟ جاهزه. يلا كده نعمل تيست مايك. ايه ده انتوا طالعين هوا؟ في حاجه؟ ايوه انا وازو مين؟ انا عايز اطلع هوا معاها. بس انت ما ينفعش تطلع هوا، ده البرنامج بتاعي لوحدي. خلاص اطلع انا لوحدي وانت تطلعي بره. ازاي يعني؟ بقول لك البرنامج بتاعي انا، انت تطلع وانا اطلع بره. ازاي انت اللي تطلع بره وانا اللي اطلع الهوا؟ لا انا هطلع هوا. ما ينفعش انت تطلع هوا، ده البرنامج بتاعي انا. خلاص اطلع معاكي. لا مش هتطلع معايا. خلاص مش هتطلعي هوا الا بيا. هو ايه ده؟ ايه البلطجه دي؟ ما تشوف صرف يا مهندس صوت. وهتسمعوا كلامي؟ خلاص اطلعوا انتوا الاثنين مع بعض عشان ما نزعلش حد. اطلعوا انتوا الاثنين سوا. طيب امري لله. اسمعوا كل يوم حد برنامج بانديتا مع بنسي محمود من الساعة 7 للساعة 8 على راديو MTI. راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع. بقولك ايه ياسمين، ايه رايك في حوار الفريند زون ده؟ استني كده، انت ما شفتيش الهاشتاج بتاع يوم الثلاث؟ لا ما شفتيش البنت عملت بلوك لصاحبتها عشان خايفه على خطيبها يبص لها. طب بقولك ايه، ثانيه واحده كده. كل كان برنامج هيناقش كل اللي يهم الشباب على السوشيال ميديا، وكمان هيبقى معانا كل اسبوع موهبه شابه مختلفه. كل ده فيه كل كان. اسمعوا برنامج كل شنكان مع ياسمين منير وسلمى عبد الخالق كل يوم 4 من 4 ل 5 على راديو MTI. راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع. البسمة على الوشوش اللي رايح والجاي، وشوية الرتوش هتتصلح باللي جاي. خلي عندك الأمل من جواك، وبكرة أكيد اللي جاي مش بعيد. خلي عندك الأمل من جواك، أمل في نفسك، أمل في اللي معاك، وأكيد هتعيش حياتك أجمل حياة. راديو MTI. انتوا لسه بتسمعوا برنامج في الشارع على راديو MTI. راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع. حد لا رمضان يا جدعان. رجعنا لكم تاني مستمعين برنامج في الشارع، لسه مكملين معاكم اسراء كامل ومحمد عادل وضيفنا شريف بالو. بنفكركم تاني بسؤال الحلقه. شايفين ان الاغاني الشعبي والمهرجانات بتنحدر بالذوق العام ولا لا؟ مستنيين تليفوناتكم على 011 1760 1760 وكومنتاتكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو MTI. دي كلمتي يا محمد، كلمتي. انك مش حد لا رمضان ولا لا؟ ما انا هو حران زهقان مش عارفه. ما انا حسيتك يعني انت بتدوري عليه فقلت اسال بدالك. يا ريت يكلمنا يعني يقول لنا هو فين. بالظبط. ايه رايك في الاغنيه دي كده بقى انت؟ جميله طبعا. مش هقدر اقول لك حاجه يعني مصدر الكلمات يعني احنا قعدنا نقول الكلمات والكلام ده كله، فانت شايف هي في زي ما قلت لك. دي مش هقدر اقول لك على اغنيه حاجه عشان طبعا ناس يعني صحابي اللي عاملينها.
بجد طبعا. ماشي. طيب طب معانا قبل ما تليفون. نكمل. الو 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 ايوه. ايه يا فندم، السلام عليكم. عليكم السلام. تشرف بيك. انا الحاج احمد من عين السيره. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. متابعنا من الاول يا فندم؟ ايوه يا فندم، انا كنت عملت اكتر من فرح لابني ولبنتي، وكنت كل مره بجيب فيهم يعني احنا منطقه شعبيه، فكنت بجيب عرفت ان انتم مستضيفين الشاب شريف بالو. ايوه ما شاء الله بيعمل افراح كويسه جدا جدا يعني. تمام. طب هو معاك لو عايز تقول له حاجه ايه؟ هو معايا؟ اتفضل. اتفضل. ايوه يا حاج. ماشي يا فندم. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حاج؟ الله يخليك. انت عارفني ولا لا؟ طبعا عرفتك. عرفتك يا حاج احمد حبيبي. انت عملت له فرح بنتي وفرح ابني. طبعا يا حاج. ما شاء الله، انت حاجه مشرفه والله. ربنا يخليك يا حاج. ونعم الشباب. ربنا يخليك. اولادي بيحبوك جدا والاسره والشباب وانا بموت فيهم والله يا حاج. موجوده عندنا. انا بموت فيهم. ربنا يخليك. ربنا يخليك. طب استاذ احمد عايزين نسالك سؤال. بقول لحضرتك ايه، الولاد هنا عايزين يسلموا على حضرتك، ممكن؟ اتفضل اتفضل. طيب معاك اهو الحاجه معاك اهي. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام. اهلا وسهلا. السلام. اتفضلي. ازي حضرتك؟ الحمد لله. احنا بصراحه شريف بالو ده عامل لنا افراحنا كلها وشاب بصراحه ممتاز، وانا عايزاه الاسبوع بنتي على الاسبوع الجاي ان شاء الله. سمعنا زغروطه بقى. واضح ان في اقبال على الشعبي كده. هو عارفني ان انا بحب ازغرط. ماشي، متشكرين جدا لتليفون حضرتك. معاك ابني مع حضرتك. الو. هو في حاجه؟ الو. ايوه. مش عارف في مشكله عندك؟ خط قطع تقريبا. خط قطع. طيب استاذ احمد يبقى يحاول بقى يكلمنا تاني يكمل المكالمه. تمام. كنا قبل المكالمه كنا بنتكلم على موضوع اللي هي اغنيه اديني رمضان. انت بتقول لي الكلمات والكلام ده كله. طب ما معنى ان انت بتقول لي الكلمات دي افيه والكلام ده كله، معنى كده ان اي حد ياخد اي كلمات يحطها على اي مزيكا على اي صوت بقى، تمام، ويعمل اغنيه، حاجه ملهاش اي يعني ملهاش قواعد. يعني معنى دق انت عندك فن ملوش قواعد، وده بيخلي اي حد ممكن يخش الرقابه يعني على الاغاني والمهرجانات دي فين؟ لا مفيش رقابه. طب بالظبط. طب يبقى الحكايه تتحكم ازاي بقى؟ يعني الموضوع كده لو ياما اغاني طلعت وقالوا مش عارف ايه ما ينفعش والكلام ده، والاغاني دي موجوده على النت لغايه دلوقتي وشغاله. ما هو ده اللي بتكلم فيه. ما انت ممكن حد يطلع يقول اغنيه فيها الفاظ خارجه، تمام، ومفيش حد يعني رقيب على الموضوع، تمام. فاذا انت عندك مشكله اصلا في المهرجانات دي، ان هي مش هيعرف يشيلها اصلا. يعني حتى لو قال هي مسافه عقبال ما يوصل له الرساله اللي هي فيها الفاظ خارجه مش هيعرف، هتكون اتوزعت ونزلت. ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. طب ما ده كده فن يعني بيخلي الحكايه طول ما الحكايه مش محكومه يعني هتوسع ان انا اي حد يقول اي حاجه. لا مش هنسيطر خالص. ايوه. بعدين انت لو سيطرته احنا مش هنشتغل خالص. احنا شغلنا دلوقتي بالمهرجان. يعني دلوقتي انا مثلا عندي فرح النهارده مثلا، حلو، هشغل ايه؟ طيب هشتغل ايه؟ الناس العروسه مثلا ايه اللي هيفرحها؟ ايه اللي هيرقصها؟ ايه اللي البنات اللي معاها؟ الشباب اللي موجوده. ماشي. ما هو دي اللي بنتكلم فيه، ان هي دي مشكله الفن المهرجانات، ان هو دلوقتي انا ما عنديش قواعد ماشيه عليها، وبالتالي اي حد ممكن يقول اي حاجه ومفيش حد هيقدر يكلمه. يعني مشكلتنا ان احنا مش ان احنا بنقول ضد المهرجان المزيكا، احنا ضد الكلام. لا يعني الكلام والالفاظ. يعني الشعب بتاع زمان لما كنا بنسمعه كان مش مثلا بنتكسف منه، ولا احنا مثلا بنسمعه قدام اهالينا، لا يعني اغنيه اديني رمضان دي يعني ما اسمعهاش انا مثلا. ايوه. لو مثلا امي مثلا ما تخليش طفلها ان هو مثلا يسمعها، ان الالفاظ بتاعتها فيها الفاظ خارجه بحيه. ما هو برضه هرجع تاني واقول لك الاغاني ديت يعني خلاص هي بقت حاجه اساسيه موجوده معانا. يعني دلوقتي تلاقي مثلا اي طفل رايح المدرسه معاه على الموبايل اديني رمضان واديني شعبان،
وارجع تاني واقول لك ام ام ربيع ربيع ام ربيع لازم تبقى معايا برضه، مش هننسى ام ربيع، مش هنساها عشان حبيبتي. مش هننسى ام ربيع وسط القعده اللي احنا قاعدينها دي. طيب دلوقتي برضه في حاجه كنت عاوز اسال فيها في موضوع بقى ايه الافراح. تمام. يعني اللي هي الحته بتاعتك بقى شويه. تمام. احنا كنا بنتكلم واحنا مع بعض كده في الفصل، كنت بتقول ان الافراح ايه يعني ما بيبقاش فيه فرق ما بين اللي في الشارع والحفلات الكبيره والكلام ده كله، فعايزاك بقى توضح للناس ايه الشعبي والمهرجانات، يعني علاقتها بالافراح، يعني مرتبطه بطبقات معينه، ماشيه الحكايه ازاي؟ الشعبي والمهرجانات وبقى صح المهرجانات اللي هي اكتر كلامنا عليها مرتبطه بايه؟ في الافراح والحفلات، يعني في بقى طبقات معينه بتسمع، لان في ناس قالت ان طبقات معينه هي اللي بتقعد تسمع المهرجانات والكلام ده. اعلى طبقات في البلد ساعات بتسمع، يعني في ناس اصل مش كل الناس يعني بتسمع مثلا لعمرو بس، او بتسمع لحماقي بس، او برضو بياخدوا برضو شويه كده اللي هي الحاجات اللي هي بتخش جوه المود شويه كده، اللي هي الحاجات اللي هي فيها مش عارف يتحرك شويه. تمام. ممكن ما يكونش معروف الاغنيه بتقول ايه ولا كلامها ايه، بس الميوزك بتاعها انت بترقص عليه. هو ده بيبقى معظم الوقت، ده بيحصل كتير جدا. يعني انا ممكن اكون شغال في فرح قدامي ناس كتير جدا بترقص، بس هم مش واصل لهم الاغنيه بتقول ايه، ولا انا حتى انا واقف مثلا عارف هي بتقول ايه. يعني انا اللي شغاله، بس انا عاجبني مثلا الميوزك بتاعها. فيها مثلا طبلة حلوه بترقص، فيها مقسوم مش عارف ايه كده يعني. وعلى فكره يعني اكتر اللي بيسمعوا المهرجان دول بيسمعوها عشان مزيكا مش عشان كلمات، ما اعتقدش. تمام. طب ما هو مثلا المهرجان بتاع علي ربيع اللي هو بتاع مسرح مصر. ازعرينا؟ لا، في مهرجان فرحة علي ربيع بتاعه بتاع فرحه. المهرجان ده بيشتغل مع بنات شباب، اي حاجه يخرب الدنيا، المدفعجيه اللي عاملاه. يعني بتقول كام الاخر، بس ده عشان فيه ميوزك حلو وكلامه برضه خفيف، ما فيهوش مثلا حاجات خارجه. تمام. يعني الحكايه في الافراح مش والحفلات مش مرتبطه بالطبقه اللي فيها الفرح او الحفله، اي حد بيسمع ممكن. ايوه ساعات برضو اي حد بيشتغل. تمام. طب برضو قول لي، برضو ما وصلناش يعني ايه مهرجان، انا عايزه اعرف ايه مهرجان يعني ايه. هو بص، هي كلمه مهرجان دي انا على علم انا كان زمان مثلا في الافراح مثلا في المناطق اللي هي مثلا كانت اللي هي اول ديجيهات مثلا زي السلام زي المطريه والحتت ديت اللي هي اصلا يعني اخترعوا المهرجانات والشغل ده والتسجيل والكلام دوت. كان مثلا انت عايز تعملي فرح بتروح تقول بتاع الدي جي انا عايز اعمل مهرجان. في ناس تانية عايز تعمل فرح تروح تقول له انا عايز اعمل مونديال. يعني كل حاجه وليها حاجه. كلمه المهرجان دي طلعت مع المزيكا مثلا ايه، هو لوب بيتسجل عليه قال لك انا بعمل مهرجان للفرح اللي هو باسم الفرح يعني. وخلاص بقت موضوع مهرجان. تمام. والمهرجان ده اصلا طبعا اللي احنا نسمع عن المهرجانات دي اللي هي في السيما ومهرجان مش عارف ايه مهرجان ايه ده المهرجان. بس دلوقتي المهرجان بقى 2.5 دقيقة ودقيقة بالظبط. طب انت برضو ايه رايك يا محمد، مش شايف ان الطفل ده لما بيعمل سلوك اكبر من سنه، طب ما ده برضو مشكله المهرجانات ومشكله الافلام زي فيلم الالماني دلوقتي كل يعني الاطفال بيقلدوا محمد رمضان في اسلوبه وسلوكه، وبرضو المشكله ان كل فيلم يطلع لازم يكون معاه اغنيه. تمام. طب احنا هنرد بقى على الحكايه دي، بس الاول معانا تليفون تاني ناخده الاول. الو. ايوه تشرف بيك، مساء النور. الو. ايوه الو، تشرف بحضرتك. معاك رامي. اهلا بيك يا استاذ رامي. اهلا يا استاذ رامي. اهلا بحضرتك. متابعنا من اول حلقه؟ نعم متابعنا من اول حلقه. الو. ايوه بقول لك متابعنا من اول الحلقه. ايوه حضرتك انا معاك بنتكلم حضرتك على المهرجانات بتاعت الافلام طب انت ايه رايك؟ ايوه معاك. قول لي ايه رايك. طيب شبكه اقف حضرتك في حته فيها شبكه ان صوتك. كنا حضرتك عايزين نكلم الاستاذ شريف. طب اتفضل هو معاك. مساء الخير يا استاذ شريف. ازيك يا رامي؟ ازيك يا شريف؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ايه رايك في المهرجانات دلوقتي، ينفع تشتغل؟
اخبار المهرجانات طبعا انت نجم طبعا، مش عايزين يعني غني عن الكلام وغني عن التعريف طبعا. ربنا يخليك يا معلم. شريف طبعا نجم المهرجانات طبعا، نجم الدي جي ونجم الدرام طبعا في كل حته طبعا، مشرف طبعا. ينفع رامي الفرح يشتغل من غير مهرجان؟ ما اعتقدش طبعا. النهارده المهرجان هو اللي بقى اساس النهارده في المناطق، في جميع كل حته، اذا كانت المناطق الشعبيه، اذا كانت مناطق راقيه، اذا كانت فنادق، اذا كانت حفلات، كله مهرجانات النهارده. الجيل اللي طالع بتاع المهرجانات. في مهرجانات بتختلف عن مهرجانات طبعا وكده. يعني انت شايف انت يعني لما بتقعد تسمع المهرجان انت بتستفيد منه في حاجه؟ نعم. يعني انت بتستفيد ايه من المهرجان لما بتقعد تسمعه؟ مش كل المهرجانات. في المهرجانات اللي هي بتفرح البني ادم ذات نفسه وكلام سليم. بس لكن المهرجانات اللي هي مثلا بتبقى فيها الفاظ خارجيه وكلمات دي كلها طبعا. تمام. محبوبه طبعا. تمام. متشكرين جدا لاتصالك. شكرا. شكرا. طيب نتكلم برضو عن حتة النقابة. أنا يعني فين النقابة من على المهرجانات؟ مفيش نقابة. طيب فين؟ ما هي دي بقى هتودينا الحياة دلوقتي بقى. هقول لك على حاجة. دلوقتي مثلا ايه ممكن يزعلوا مني في الموضوع ده. ممكن مثلا الناس اللي بتغني اللي هي بتعمل مهرجانات وكده، اللي هم اصلا يعني بيقولوا الحاجات اللي هي اصلا ما بتعجبش الناس، بيروحوا دلوقتي يعملوا كارنيهات في النقابة الموسيقية، نقابة الموسيقيين، ويبقى معاك كارنيه بقى اللي هو انا راجل موسيقي تبع النقابه. حلو. واسجل براحتي واعمل براحتي واقول اللي انا عايزه براحتي. وهم لو انا اسف برضو تاني، اللي عايز يزعل بقى براحته. لا احنا هنا مش بنتكلم يعني حد معين. احنا ايوه طبعا انا بتكلم. ما هو في ناس ممكن تسمعني دي تاخد الكلام على نفسها. بيبقى هم اللي فاشلين، وفي ناس ممكن ما يكونش معاها كارنيهات موسيقى خالص ويبقى فاهمين اكتر منه، وبيعرفوا يعملوا مثلا ميوزك ويطلعوا شغل احسن من اللي معاه كارنيه. بس دلوقتي الكارنيه بيطلع مثلا بتدفع كذا وبتطلع الكارنيه وخلاص. دي كارثه. يعني بالبلدي كده 300 جنيه بتطلع الكارنيه تعيش حياتك بيه. طيب انت قلت حاجه مهمه برضه، بس ايه دلوقتي ده معناه ان ممكن حد يبقى مثلا شايف ان هو جه يجرب مثلا الاغاني، لقى نفسه ايه الحكايه مش ماشيه معاه، راح عمل مهرجانات او العكس. ممكن تعمل كده. في ناس كده، في حد سلك كده اصلا. في ناس بتطلع بالمهرجانات، وفي ناس بتغني مهرجانات ومش حلوه خالص، وفي ناس اصلا مطربين بتدخل في الطرب مهرجان. يعني مثلا واحد مثلا ايه زي رضا البحراوي ده، تسمع عنه؟ طبعا. رضا البحراوي طبعا حاجه، ده مطرب من هو صغير يعني، حاجه عارف هو بيقول معروفه في اللون ده. هو لسه برضو من يومين 3 منزل مهرجانين في وسطهم طرب. يعني مهرجانه بيتقال فيها حته طرب كده. وفي اخر مهرجان منزله قايل فيه حته لأم كلثوم. تمام. يعني ودي ما تزعلش على فكره. يعني انا عن نفسي انا اتمتع بالاغنيه وتعجبني. الكلام ده لو هي مش يعني ما تشوهتش، لو الموضوع اتعمل بحرفيه شويه. يعني مثلا بس مهرجان ترقص برضه. حلو. طب ليه احنا ما نحولش المهرجان ده لحاجه ارقى؟ يعني الاغاني كل يقدر يسمعها. والله كل واحد بفكره بقى. في ناس كده برضه، في ناس بتلعب مزيكا، في ناس بتعمل مهرجان زي مثلا زي الناس اللي هم بيغنوا راب والحاجات دي. طب الناس دي محترمه قوي برضه في شغلها. تمام. غير دلوقتي كل اللي معاه البرنامج اللي بيسجل اغنيه في ثانيه لتلت اي كلام ويرفع. احنا ذنبنا ايه؟ يعني خلاص. ودلوقتي طبعا السوشيال ميديا، فالموضوع اسهل كمان من زمان. انا نفس شغلي ما بشغلش اي اغاني. يعني انا ممكن يكون معايا في فولدر، الفولدر واحد عندي مثلا 150 اغنيه، ممكن الفولدر ده ما شغلش منه 5-6 اغاني. وبقيه ال 150 اغنيه دول بس بقى لو حد طلبها مثلا تبقى احتياطي يعني. تمام. بس هي اغاني معينه اللي بتشتغل، مش اي حاجه. واحنا برضه بتختلف ديجات عن ديجات. تمام. طيب برضو يعني انت كده اكيد برضو بتسمع دايما انتقادات للاغاني الشعبي والمهرجانات والكلام ده. طبعا. يعني ده بقى يعني في شغلك انت بتحس ان انت يعني بتدافع عن ده في شغلك انت ازاي؟ يعني انت بتدافع مثلا في حد جه قال لك طب انت بتشتغل شغل مثلا مهرجانات او شعبي، حاجات ملهاش لازمه او حاجات. ولو في واحد مثلا واحد مثلا فرحه في الشارع دلوقتي مثلا يعني
قال لي ما تشغلش مهرجان. طب انا حاليا دلوقتي اشغل له ايه؟ طيب اشغل له اغنيتين 3 معينين، هتلاقي نفسك بعد كده مفيش حاجه. وبعدين لو مش هشغل مهرجانات هيبقى الموضوع هيبقى حريمي قوي. بالبلدي بيتي قوي يعني بناتي. شغل مثلا حاجه لبوسي، محمود الليثي، بوسي ومحمد سعد، بوسي والليثي، اسماعيل الليثي وحماده الليثي. تمام. الاغاني يعني دلوقتي انا ممكن اشغل محمود الليثي 5-6 اغاني في الفرح، مواعيد منهم. تمام. نفس الكلام كده لكذا حد يعني. تمام. بس لازم ما استغناش عن المهرجان. يعني لازم. لو لازم احط طبعا. انا بفتح يا سامله وام ربيع. ام ربيع حبيبتي، عشان يا ام ربيع والله. طيب لو هو اصلا الفرح الناس اللي فيه اصلا يعني جه قال لك وش كده انا مش عايز شعبي ولا مهرجان، بتعمل ايه؟ ولا عايز ولا مهرجان؟ سكه كده شغل قرآن بقى. لا يعني برضه انت هتشغل شعبي ولا هيبقى الموضوع هتمشي؟ عندي حاجات مثلا تشتغل طبعا، بس مش هعرف يعني هتلاقي دماغي وقفت. عشان برضه يبقى اللي قدامي انا عيني على اللي قدامي. اصل احنا شغلتنا يعني بيبقى مثلا ايه، قبل ما تشتغل مثلا بدماغك بتشتغل بعينيك، بتبص اللي موجود قدام منك ده بيحب ايه، او مثلا ايه ياكل معاه ايه. تمام. هيعجبه ايه؟ لو انا رميت مثلا التراك دوت هيعجبه ولا مثلا ما يعجبوش، ما ياخدش باله. حلو. يتنرفز. هو في حاجات تنرفز. اغنيه ممكن تشغلها تحس ان هي تمام. ما بسطتش الناس، جت بالعكس. عامه المهرجانات مش عايزه لما يكون موضوع كبير، يعني مثلا شباب كتيره وكده فعلا انا بلاقي المهرجانات بتخص الشباب اكتر يعني. بس كده. تمام. انتهت حلقتنا النهارده بسرعه للاسف. المهرجان موضوع كبير هنتكلم عليه ان شاء الله في حلقات تانية كتير. هتوحشونا جدا الاسبوع الجاي، استنونا يوم السبت اللي جاي من 3 ل 4. باي باي. Radio MTI.